بعد التقاء القوات السورية، أو خلينا نقول بصراحة بعد التقاء الميليشيات الشيعية داخل سوريا بالميليشيات الشيعية داخل العراق، أصبح هذا هو الهلال الشيعي. ميليشيات في لبنان شيعية، ميليشيات في سوريا شيعية، ميليشيات في العراق شيعية، والدولة التي تصدر الميليشيات وهي إيران. وأصبح هذا هو المثلث الشيعي: إيران، العراق، سوريا، لبنان، من البحر المتوسط إلى إيران. طبعا من الواضح بالشكل دوت ان ايران بتحاول تسيطر على المنطقه وتبقى المنطقه كلها تبعها بنشر الفكر اللي هو بتاعها، اللي هو فكر الشيعي الاثنى عشريه. طبعا احنا ما بنتكلمش على المذاهب، لكن بنلاحظ ان ايران لم تدعم الحكومه في العراق ولم تدعم الحكومه في سوريا، ولكن دعمت الميليشيات الخاصه بها سواء في سوريا او سواء في العراق. الحشد الشعبي معروف طبعا في العراق، ولم تدعم الجيش العراقي ولكن دعمت ميليشيات تابعه له. وطبعا الميليشيات معروفه ان هي بتكون خاضعه للي بيديها فلوس وخاضعه للي بيوجهها. في سوريا برضه لو تابعنا الاحداث بشكل كبير هنعرف ان ايران لم تكن تدعم الجيش السوري، ولكن كانت تدعم في الخلفيه ما يسمى الجيش السوري، لكن في الاساس هي كانت بتدعم ميليشيات الخاصه بيها. وكتير في الاماكن وعرفنا ان ايران كانت بتحارب قوات الجيش السوري وبتخلي الجيش السوري عباره عن حاجه غير قابله للاستهلاك، ولكن ميليشياتها وتركيزها والميليشيات اللي بتكونها هي اللي كانت بتحارب في الاساس في سوريا. فاحنا بنشوف دلوقتي خطر رهيب جدا جه على الدول العربيه جميعا، وان ايران اصبحت بتسيطر على العراق وبتسيطر على سوريا وبتسيطر على لبنان. الكلام ده مش احنا اللي بنقوله، ده المحللين اللي تابعين لايران بيقولوه، والناس اللي هم مسؤولين في ايران هم اللي بيقولوا الكلام ده. بيقولوا احنا دلوقتي قدرنا نوصل من لبنان، سوريا، العراق، ايران، الشيعي، قدرنا نوصل من البحر المتوسط لغايه عندنا. الكلام ده بنسمعه كتير، ومعظم الناس اللي بتحاول تقول الكلام ده طبعا بيغطوا الموضوع بدل ما يقولوا ان دي سيطره ايرانيه واحتلال ايراني للدول وفرض سياده على الدول من غصب عنها. بيقولوا ده كله عشان نحارب اسرائيل. طبعا اسرائيل زي ما انتم شايفين هي اي مصيبه بتيجي عليها، ايران تحتل كل الدول ديت، تخش بالميليشيات بتاعتها، تفرض حاجات ما هيش موجوده، تغير التركيبه السكانيه بتاعت الدول، وكل ده عادي عشان اسرائيل. ما تفهمش ايه علاقه اسرائيل بداعش في العراق، وايه علاقه اسرائيل بالحشد الشعبي ودخول الحشد الشعبي والجرائم اللي كان بيعملها الحشد الشعبي. لو كانت ايران عندها رغبه حقيقيه في دعم الحكومات كانت دعمت الجيش العراقي ودعمت الجيش السوري، مش تدعم ميليشيات خاضعه ليها وتحت سيطرتها زي في لبنان. لم تدعم الجيش اللبناني ولكن بتدعم ميليشيات حزب الله، وده كله في مقابل عشان اسرائيل. اي مشكله تحصل ده كله يا جماعه عشان اسرائيل. عموما خطر دوت خطر كبير جدا، لان ايران دلوقتي اصبحت زي ما انت شايف من الخليج العربي الى البحر المتوسط، قادره تسيطر على كل الاماكن دي وبتفرض سيطرتها. يا ترى طبعا غير اليمن ايران ما اهتمتش جدا باليمن في الفتره ديت، انها كانت مهتمه بالدول الثانيه اللي هي زي ما عارفين دول العراق، ووصلت بخطتها اللي هي عاملاها ان هي تقدر توصل من البحر المتوسط لحد الخليج العربي. طبعا بنفهم ان ده خطر كبير جدا علينا وبيهدد الامن العربي بشكل كبير جدا، لان من خلال اللي بتعمله ايران ده كده بتقول لك انا سيطرت على الدول ديت، وبعد كده هتبدا بنفوذها تدخل في دول تانية. فلازم نقف ضد التدخل الايراني في الفتره ديت، وما نسمحش ان هي توصل ما بين البحر المتوسط وايران. لازم يكون حاجه هنا في الاردن بحيث نمنع الاتصال ده. احنا ما بنتكلمش على حكومات ولا بنتكلم على داعش، احنا بنتكلم على الميليشيات الشيعيه الخاضعه لايران.